سلام، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير مبسوطين. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، وهالفيديو يعني كليا غير الفيديوهات التانيين الاكل واي شيء. صار لي زمان عم بدور على بيت، صار لي 3 سنين ونص تقريبا لبين ما سكنت هديك البيت عم بدور، ولبين ما لقيت بيت. الحمد لله، بنشكر الله وصلوا على النبي بالاول. أول شيء نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وراح أفرجيكم أول شيء الجنينة، بعدين بفرجيكم البيت. هاي هي الجنينة، وأخذناها ب1100 يورو بالشهر أجاره. وقلنا كرمال الأولاد معلش واحد بيضطر، إذا يكون غالي كمان ما في مشكلة، بس يكون واحد من كرمال أولاده. وهاي هي الجنينة، رح أفرجيكم خطوة بخطوة. وبلشنا شوي بالزراعة لبين ما يزبطوا لنا البيت. بلشنا بالزراعة لأنه صار وقتها. وهون رح أفرجيكم البيت، الجنينة طبعا. أول شي هاي هي الزراعة، هاي شجرة ما بعرف شو، المهم هيك هي. راح أفرجيكم. وهاي شبابيك المطبخ طبعا. وهيك شوية منظر هيك عاملينها بالحجار وما حجار. وهاي باب المطبخ كمان بتطلع من الجنينة. وفي باب من وراي كمان، هاي من الصالون بتطلع الجنينة. وهون الدرج. بس الجنينة بدها شغل خيرات الله، بدها شغل ليوم الشغل. ما مشتغلين فيها طاول طاول، ما مزرعين فيها طاول طاول. المهم بدها زرع خيرات الله. هاي هي هون في زريعة مزرعة هيك. هاي بدها شغل كتير طبعا فيها، بدنا ننظف كل شي. هاي في غرفة برا للجنينة مشان واحد يحط اغراضه. لسه ما اعطونا مفاتيح لبين ما يزبطوا لنا اياها. قال بدكم تزرعوا، اذا بدكم تزرعوا بتقدروا تروحوا وتجوا، وشو ما بدكم تزبطوا زبطوا عمهلكم. هاي هي غرفة من برا للجنينة، واحد يحط اغراضه كل شي. وهون شجرة ورق الغار، بسم الله ما شاء الله، شوفوا عليها. هاي شجرة الغار. وهون كان لسه في شجرة كلها مثل الشوك، الله أبو عبدو عم يقصن يقطعون. شوفوا عليها هيك بتطلعوا على الدرج. هون كلها رح نزرع ورود ما ورود. هون كلها مصممينها بأحجار وكل شي، بس بدها تنظيف عميق. هاي الطاولة طبعا للكب حاطينها هون. وابو عبده عم بيقص الاغراض زيادة، هاي الاعشاب زيادة وكل شي، انه مغطي الجنينة كلياتها. شايفين؟ هاي هي البيت من برا، فرجيكم. هاي الغرفة، وهيك هي بتجي الجنينة. وهالفيديو شوي بدها تكون طويل، ما تبغزونا، وصلوا على النبي بالاول. هاي كله غصن الورد ما ورد ورود، بس اجباري واحد بده يقص بده ينظف. شوفوا كله مو ظابط، بدنا نظبطها على مهلنا. وهي لك مثل ما انكم شايفين ابو عبد عم بيشتغل. وهون الدرج تجي، وهون حدود بيناتنا وبين الجيران. وهون شوفوا على الصدمة، هاي الشجرات كلياتها بدنا نقصها، يعني كلياتها بده نقص وبده تنظيف عميق. شوفوا هنيك تحت، هنيك كمان في أشجار، هاي بدنا ننظفها كلياتها من تحت، و بدنا ننظفها ونشيلها هيك، بس نخليها من فوق. بنكون مع بعض بخطوة بخطوة إن شاء الله. شوفوا
هاي هي. وشوفوا هون كمان رح ننظفها كلياتها للحدود هنيك كمان لألنا للشجرة اللي ورانية مو القدام للصنوبر، شجرة الصنوبر لهنيك لألنا وللحيطان لفوق. هاي للبيت كلياتها مع البيت. عرفتوا كيف؟ هاي هي بس بدها تنظيف عميق. هلا فرجيكم الطرف الثاني كمان شلون الحطب في مقصين الشجر وكله ومتاركينه تحت شو اسمه، تاركينه كله بجنينه. شوفوا هاي كلها بدها ينشال، هاي نص الجنينه بدها كلها ينشال لا يتظبط الجنينه. شوفوا هدول قصين الشجره وتاركينه هيك ما مستخدمينهم ولا شيء. طبعا نحنا بدنا نشيلها كلياتها رح ننظفها. وهون في شجرة الورد ما ورد. هيك شايفين؟ هاي هي الجنينة. لحد عم نشتري اغراض الجنينة كل شي لبين ما يقصوا ويظبطوا كل شي. هاي هي الجنينة. الحمد لله الحمد لله بعد يعني وقت طويل أخذنا البيت مع جنينة. كان يعني صعب كتير علينا. هذاك البيت انتو بتعرفوا كان فيها جنينة وكل شي كنت أزرع فيها، وهي كمان إن شاء الله رح أزرع فيها وأرجعها أحلى جنينة، ورح نكون مع بعض إن شاء الله خطوة بخطوة. هون يا أبو عبدو بلش بالجنينة. شوفوا عليه ما شلنا الحشيش هيك شوي صغيرة. شوفوا كله طلعت تحتها حجار مع حجار. هون كومة الحجار وجاي الدرج. ما بعرف جاي هالبيت كيف. شوي شوي رح نظبطها مع بعض. شوفوا حبيت هيك افرجيكم لقطة صغيرة منها. على هاللقطة كلها عم بيشتغل، عم ينظفوا الجنينة. عم بيقولوا ما احلاها واحد ينظف بايده. شايفين؟ كلها عم بيشتغل. ما احلى هاللقطة، وهن مكيفين عم بيشتغلوا فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. شوفوا هيك هيك عم نظبطها وننظفها. شوفوا اللي طلع من هون، هاي بس من الأرض هيك قطفناهم هيك طالعنا هون كيف هي. شوفوا عليها بس حواليها كله حجار. هالحجار حتى بدهم ينشال. هون بهالنص الجنينة كلياتها بدها تنظيف. بدنا هيك نفضيها بنص الجنينة صايرة هاي بدنا نفضيها كلياتها. شايفين كلهم عم يشتغلوا. هاي بالشجرات بالنص كله راحت كله شالوها. طبعا ضلت الجذور بالأرض بس أقدر ما نقدر شلناها شوي من الأرض هيك نظفناها. الشباب طبعا عم بعاونهم شي بسيط. هاي هي شوفوا وهدول لسه بقيانين طبعا. شوفوا
ونشوفوا هون لسه عم نشتغل فيها. شوفوا الحطبات اللي طلعت تحت العشبة ومن تحت كله درج، وهدول مكومينها هنيك كلها كومناها هنيك كله حشيش، كله بدنا نحطه بالاكياس بدنا نكبه. هون الشباب كمان عم يكسروا بهالحطبات هيك الناعمين عم بيكسروا. هل هون كلها رح نشيلها، كلياتها رح نشيلها. بدل المقص جبنا 3 مقاص لبينما نقص هون. شوفوا عليها الله قصينا هاي الوردة كانت مغطية هون كلياتها، قصينا كلياتها ناعمة لأنه ما بينحط بالأكياس ولا شيء، واحد ما بيقدر يتحرك فيها. هيك قصيناه كلها ناعمة وحطيناه على الجنب ليبس شوي. كل مرة بنحط شوي على النار بنحرقها، فرد مرة ما بصير ممنوع. هون كل مرة شغلنا النار بنحطها شوي مشان نحرقها. بنحطها على المنقل يعني مو على النار الأرض، بنحطها على المنقل. هديك اليوم كمان كانت في شجرة هنيك كمان حطيناها على المنقل، حرقناها شوي شوي وخلصناها. بس هاي بدها أنا في طراية بيناتهم ليبس بعدين. شوفوا كأنه نحن بالغابة شوي شوي. شوفوا حتى الوردة شوفوا اللي قصينا منه هيك كيف كبرة. هذول كليات لسه تاركينهم، قلنا بلكي بتطلع وردة حلوة هيك، ورداتها حلوين من نزرع منها كم شتلة وبعدين بنقصها كلياتها. حتى هدول بدي اقصهم، بس في اشجار رح نخليهم، رح نشوف في اشجار بيناتهم رح نخليهم، بس التانيين رح نقصهم كلياتهم. والشباب هون عم بيشتغلوا كلياتهم. هولي رح نكبهم طبعا. شوفوا هاي من كم سنة صايرة حاطينه هون قاصينهم وهيك مكومينهم. شوفوا هلي هيك كله حاطينه هيك. شوفوا بالايدين عم ينفرط. رح نحطهم على كله على جنب، ما بنعرف شو رح نعمل فيهم. الله رح نتركهم هيك، رح نصفهم كلياتهم بهالطرف ورح نتركهم بعدين بنشوف شو رح نعمل فيهم. المهم بهالنص بدنا ننظف كلياته مشان نزرع ان شاء الله باذن الله. شوي شوي عم نشتغل فيها. صار يومين ما شاء الله الجو حلو كتير، شمس ودنيا حار ما شاء الله. اجت الصيفية وبلشنا نشتغل فيها كل يوم لبين ما نخلص. شوفوا عليها كله لحاله عم ينفرط. صار له كم سنة، شي 10 سنين ما بعرف قديش. واحد لبينما هالحطبات الكبار هيك صايرين فيه وتقال كمان. الله رح اسكر وعاونون لنشيل كل هدول مع بعض. حبيت اصور لكم لقطة كمان كيف سويناها وكيف نظفناها وشلنا كل هدول. شلنا الكبار وهنيك نظفنا حوالي. هي كمان في شجرة قاطعينها من فوق وخلينا بالأرض، كانت حواليها كله حشيش شلناها وهيك نظفناها. وكيف عملناها حطيناها كلهم هون. شوفوا عليها هيك رتبناها كلياتها بهالشكل. هاي وقت واحد بده هدول ما بينحرقوا، هدول الكبار بس ليدوبوا هيك لأنه ما بينكبوا، بس هدول للنار وهيك شي بينفعوا. وهدول الشواك بدهم ينحرقوا كمان هيك شوي شوي. كمان كله بدهم يقص ويترتب كله مثل هدول هيك بهالشكل. بس شلون لسه هون الأرض كأنه حيشة سامعين حاطين الزبل من الشجر قديم كله بقيان فيها، صاير مثل الزبل فيها حيشة سامعين. وهدول هيك بدنا نفلحها كلياتها، بس نتركها يوم يومين
هيك اللي يتهوى الأرض ولا يتشمس، بعدين رح نزرع فيها. بس هلا حاليا مو وقت زراعة، ولسه بدها تنظيف. هنيك كلياتها شوفوا، هاي كلها بدها تنظيف. شوي شوي عم بصور لكم خطوة بخطوة كيف عم ننظف ونشتغل فيها. حبيت افرجيكم هون كمان، شوفوا العشب كلياتها، شايفين؟ وهون كمان فرجيكم، هاي كلها كأنه بالغابة عايشين نحنا. هاي كلها بدها ينكب، هون كله بده ينقص. وهالشجرة كمان شو حنشوف شو رح نعمل فيها. هنيك من ورا في قاعدة، القاعدة ما أحلاها، رح نشتغل فيها. المهم شوي شوي. هيك بهالشكل. هاي صارت الدفعة الثالثة من الصبح لهلا عم نكبها. شوفوا كيف نظفناها، شلناها كل العشب، كل شي شلناها من الأرض. يعني بس بقينا هالشجرة وحوالين السور كلها من جوا بدنا ننظفها كمان. بس هلا حاليا هون بهالنص نظف شوي الحمد لله، بس تعب يعني لا يوصف. حتى ايدينا جروح، الكاميرا ما عم تاخده، والله جروح لا يوصف. كل ايدينا جروح. انا ما بعرف اشتغل بالكفوف كمان، يعني من دون كفوف عم بشتغل من هالشي. شوفوا بس جنينة بتطلع احلى جنينة باذن الله. رح نكون مع بعض ان شاء الله خطوة بخطوة. بس شوفوا هيك هالدرج كيف عاطينا هون، وهون عاملين مثل الحفظ وما بعرف شلون. وهون وهنيك كمان جوا الشجر، هنيك كمان في مكان ما بعرف. هون هي عم نشتغل فيها، وبنبقى مع بعض ان شاء الله للاخير. شوفوا هيك عم نصفها بالسيارة مثل ما انتم شايفين. هلا هيك عم نروح، هلا رح نكبها. يعني هاي الدفعة الثالثة من الصبح. يعني لكم تعب غير شكل، بس التعب واحد يلقاه بالنتيجة حلوة. واحد إذا ما يتعب ما بياكل. الحمد لله على كل شيء.